مرحبا بكم جميعا في رحلة مثيرة إلى أعماق كوكبنا. هل تساءلتم يوما عما يوجد في قلب الأرض؟ اليوم سنكشف معا لغزا علميا ظل يحير العلماء لعقود طويلة. تخيلوا معي أننا نقوم برحلة خيالية إلى مركز الأرض، مخترقين طبقاتها المختلفة حتى نصل إلى النواة الداخلية. هذه النواة التي ظلت غامضة لفترة طويلة حتى جاء الاكتشاف المذهل. في عام 1936 اكتشفت العالمة الدنماركية إنجل ليمان أن للأرض نواة داخلية صلبة، وكان هذا الاكتشاف نقطة تحول في فهمنا لتركيب كوكبنا. لكن السؤال الذي ظل يحير العلماء: كيف تشكلت هذه النواة؟ وما هو تركيبها بالضبط؟ النواة الداخلية للأرض تقع على عمق حوالي 5100 كيلومترا تحت أقدامنا. تخيلوا درجة الحرارة هناك تصل إلى 5000 درجة مئوية، وهي تتكون بشكل أساسي من الحديد والنيكل في حالة صلبة رغم الحرارة الشديدة، وذلك بسبب الضغط الهائل. لكن الاكتشاف المثير حدث مؤخراً عندما اكتشف العلماء أن النواة الداخلية ليست مجرد كرة صلبة متجانسة كما كنا نعتقد. في الواقع هي مكونة من طبقات مختلفة وتتحرك بشكل مستقل عن باقي طبقات الأرض. هذه الحركة لها تأثير مباشر على المجال المغناطيسي للأرض الذي يحمينا من الإشعاعات الضارة القادمة من الفضاء. وكأن النواة الداخلية هي قلب الأرض النابض الذي يحافظ على حياتنا. والأكثر إثارة من ذلك، اكتشف العلماء أن النواة الداخلية تتغير باستمرار، فهي تنمو ببطء شديد حوالي مليمتر واحد كل عام. قد يبدو هذا قليلا، لكن على مدى ملايين السنين هذا النمو له تأثير كبير على ديناميكية كوكبنا. لكن كيف استطاع العلماء دراسة شيء على هذا العمق الهائل؟ الإجابة تكمن في الموجات الزلزالية. عندما تحدث الزلازل تنتقل موجاتها عبر طبقات الأرض المختلفة، وبدراسة كيفية انتقال هذه الموجات يمكن للعلماء فهم تركيب وخصائص كل طبقة. ومؤخرا باستخدام تقنيات متطورة وحواسيب قوية تمكن العلماء من إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للنواة الداخلية، مما ساعد في فهم تركيبها وسلوكها بشكل أفضل. هذه الاكتشافات لا تساعدنا فقط في فهم ماضي كوكبنا، بل تمكننا أيضا من التنبؤ بمستقبله. فهم حركة النواة الداخلية يساعدنا في فهم التغيرات المناخية والنشاط الزلزالي وحتى تغيرات المجال المغناطيسي للأرض. كل هذه المعلومات تذكرنا بمدى تعقيد وروعة كوكبنا. من السطح حتى المركز، الأرض هي نظام متكامل معقد، وكل جزء فيه يؤثر على الأجزاء الأخرى. وبينما نختم رحلتنا إلى مركز الأرض، أود أن أذكركم أن هناك الكثير من الأسرار التي ما زالت تنتظر الاكتشاف. العلم يتقدم كل يوم، وربما في المستقبل القريب سنكتشف المزيد من الأسرار المذهلة عن نواة أرضنا. شكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو. إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. شاركوا الفيديو مع أصدقائكم وأخبروني في التعليقات ما هو الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في النواة الداخلية للأرض من وجهة نظركم. نلتقي في الفيديو القادم مع المزيد من الاكتشافات العلمية المثيرة. إلى اللقاء.